بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ها نحن أيها الإخوة في شهر رمضان المبارك، الشهر الذي يضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الحسنات، الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. وسنعيش معكم أيها الإخوة في هذا الشهر المبارك مع كتاب الله عز وجل الذي هو نور وبرهان ونجاة للإنسان. سنعيش أيها الإخوة في هذه اللحظات مع آيتين من كتاب الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. في هاتين الآيتين يؤدبنا الله عز وجل بأدب الاستئذان، وينهانا الله سبحانه وتعالى أن ندخل بيوت الناس بغير إذن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لأن الإنسان حر في بيته يدخل بغير استئذان كيفما شاء. أما إذا دخل بيتا غير بيته فإنه يجب عليه أن يستأذن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تطلبوا الإذن، والاستئناس المراد به الاستئذان، أي حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استأذن عليه رجل فقال: أألقوا؟ نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان وأن يقول: السلام عليكم أأدخل. فهذه صفة الاستئذان التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، أن يقول إذا أراد أن يدخل بيتا: السلام عليكم أأدخل. فإن بعض الناس إذا أراد أن يدخل بيتا دق الباب دقا عنيفا، أو دق الجرس دقا مزعجا، أو ربما يصيح صياحا عاليا يزعج أهل البيت، وليس هذا من أدب الإسلام. أدب الإسلام يعلمنا الإسلام أننا إذا استأذن الواحد منا أن يقول: السلام عليكم بصوت يسمعه أهل البيت: السلام عليكم أأدخل، أو هل أدخل، أو أنا فلان ابن فلان هل أدخل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم خير لكم، أي هذا الاستئذان خير لكم. فإن الإنسان في بيته لا يريد أن يطلع عليه أحد أو على ما يعمل في بيته، فإذا دخلت بغير إذن أدخلت عليه الحرج، ووقعت في نفسك ووقعت كذلك، أو وقعت نفسك كذلك في حرج. فهذا الخير إذا تركه الإنسان كان في حرج، وكذلك أوقع الناس في حرج. ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. إذا لم تجد أحدا في هذا البيت لا يجوز لك أن تدخل، حتى لو وجدت الباب مفتوحا، أو علمت أن صاحب البيت ربما لا ينزعج، لا تدخل حتى تستأذن، فإن أذن لك وإلا فارجع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. وهذا خلاف لما يفعله بعض الناس، فإنه إذا لم يجد جوابا وقف أمام البيت أو جلس أمام البيت ينتظر صاحب البيت، فأوقع نفسه في إحراج، وكذلك أوقع صاحب البيت في ضيق وإزعاج. فالواجب على المسلم أنه إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له أن يرجع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ذلك أزكى لكم. إذا قيل لك: يا فلان، خرج مثلا الطفل الصغير وقال: أبي متعب لا يريد أن يقابل أحدا، أو أبي منزعج ومتضايق لا يريد أن يقابل أحدا، فالواجب عليك أن ترجع كما قال الله عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذا أزكى وأطهر من أن تقعد أو أن تلح في المقابلة. الأزكى لك أن تنصرف وأن ترجع كما قال الله سبحانه وتعالى. هذا الأدب العظيم الذي علمنا الله سبحانه وتعالى، للأسف الشديد الكثير من الناس تركه ولم يعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن تأدب وتخلق بآداب الإسلام، والحمد لله رب العالمين.